بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحدث في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سمارت في الملعب. وانطلقت ضربة البداية لدوري القسم الثاني ألف المسمى بالمحترفين، ومع مطلع سبتمبر هيكون بقية الدوريات الأخرى، سواء القسم الثاني ب أو القسم الثالث. دوري الإثارة والمتعة انطلق، اللي هو دوري الممتاز طبعا، ولا صوت يعلو فوق صوت المنتخب الوطني اللي بيستعد بقيادة حسام حسن لمباراتي اثيوبيا وبوركينا فاسو المؤهلتان لكأس العالم، من خلال معسكر مغلق استعدادا لمباراتين اثيوبيا الجمعة الجاية وبعدها بوركينا فاسو. ويضم المعسكر 6 لاعبين من المحترفين: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، وابراهيم عادل، ورامي ربيعه، وحمدي فتحي. منتخبنا الوطني بيحتل المجموعه الاولى في مجموعته، المركز الاول في مجموعته، يليه بوركينا فاسو، وان شاء الله باذن الله بالفوز المباراه الجايه هيكون لنا نصيب كبير جدا بالوصول الى كاس العالم. ودلوقتي هنروح للمنشطات والعناوين، نرجع لكم مرة تانية. المنتخب الوطني يوصف مسيرة الدور العام من أجل كأس العالم في الجولة الثانية لدور المحترفين: غزارة في الانتصارات وفقر في التهديف. مسابقة الممتاز باء تبدأ الثلاثاء 9 سبتمبر. ضربة بداية دوري القسم الثالث تنطلق السبت القادم. المنتخب الوطني يوصف مسيرة الدور العام من أجل كأس العالم في الجولة الثانية لدور المحترفين: غزارة في الانتصارات وفقر في التهديف. مسابقة الممتاز باء تبدأ الثلاثاء 9 سبتمبر. ضربة بداية دوري القسم الثالث تنطلق السبت القادم. لا، في قرار اتحاد الكورة ولجان المسابقات بتكليف أو بأن يكون القسم الرابع والناشئين بيتحملوا مصروفات الحكام والعربات الإسعاف والملاعب. قبل كده كان اتحاد الكورة بيتحمل هذه المصروفات والتكاليف، مع دوري طبعا الممتاز بيه والمحترفين والقسم الثالث. لكن الناس، أندية كتير جدا اتضررت واتظلمت وبعتت تظلم لاتحاد الكرة ان اقل مباراه في الناشئين او في القسم الرابع بتكلف مش اقل من 3000 جنيه، سواء للحكام او عربيه الاسعاف او خلافه، وخصوصا ان كان اتحاد الكرة السنه اللي فاتت كان بيتحمل تكلفتها. طيب اتحاد الكرة بيبرر ده بان معظم انديه القسم الرابع بيع القطاع. يعني ايه بيع القطاع؟ يعني مديه للمستثمر او بيداله، بيبيع القطاع كله، قطاع الناشئين، وبيصرف من هذا العائد على الفريق الاول وعلى النادي. ده من منطلق ان وزاره الشباب والرياضه نادت بالاستثمار في الانديه وفي كره القدم بشكل خاص. يعني احنا بين نارين زي ما بيقولوا، نار المسابقات اللي بتحمل الانديه دي التكاليف، ونار الانديه اللي هي مش قادره تدفع المصروفات ديت. ووزاره الشباب بتقول هاتوا حد يشيل. طب اما يجي حد يشيل، يجي يدفع المصروفات دي، هو هيكسب ايه؟ في النهايه لازم يكسب، فبالتالي هيبيع وهيجيب لعيبه ويديها فلوس او ياخد منها فلوس عشان يمضيهم، عشان يعمل لهم عقود، عشان يمضيهم على استمارات، عشان يبقوا ايه؟ تبع الانديه. فبالتالي القماشه بتاعه اللعيبه اللي ما عندهاش موهبه هي اللي ليها الغالبيه العظمى في هذا الدوري. فبالتالي الناشئين والشباب في خطر في المستقبل. تعالوا شوفوا النهارده منتخب مصر عمل ايه. 17 سنه اتغلب للماتش الثاني على التوالي، اتغلب من عمان، اتغلب من العراق، ولسه هيلاعب البحرين في كاس العرب. دي بشاير الناشئين بتوع مصر، دي بشاير وبوادر ونواتج الاستثمار اللي احنا فاهمينه غلط. الاستثمار ان الناس تيجي تضخ مال عشان تكتشف المواهب وتنقب عنهم
وتساندهم وتثقلهم عشان بعد كده يبقى في المستقبل فايدة للمنتخبات الوطنية. نيجي لموضوع تاني مهم جدا، وهو موضوع الأمن في الملاعب، الموافقات الأمنية. اتحاد الكرة بعت للفروع بيقول لهم خاطبوا الأمن في المحافظات بتاعتكم عشان يأمن المباريات. حلو قوي، جميل. لما يجي الأندية تبعت الجدول نفسه مكتوب فيه المباريات بدون جمهور. طب أنا كنادي لما أبعت للأمن والأمن كده يبص على الورقة كده يقول إن المباريات بدون جمهور، هسمح له إزاي بال 250 اللي اشترط عليهم اتحاد الكرة وقال لك خلاص في انفراجة في الجماهير، هاتوا لنا موافقات. طب ما كان أولى إن اتحاد الكرة ككبير كرة القدم أو أب لكرة القدم المصرية أن يخاطب الكبار ويجيب الموافقات الأمنية للأندية كلها والمحافظات كلها. في أندية هتعرف تجيب أو في فروع هتعرف تجيب من المحافظات، طب لو المحافظات التانية الأمن مرضيش هيعمل إيه؟ فدي مشكلة. يعني كده اتحاد الكرة ألقى بالكرة في ملعب الفروع، والفروع ممكن ما تحصلش على موافقات أمنية. هتلاقي محافظات بقى مثلا سوهاج والغربية والمنوفية ومطروح فيهم في أمن. طبعا احنا الأمن بتاعنا ما شاء الله يقدر ان هو يأمن أي مباريات، بدليل ان المباريات دلوقتي في استاد القاهرة أو في غزل المحلة، وشفنا كتير قوي قوي ان فتحوا الباب على مصراعيه للجماهير. واخرها طبعا مباراه المنصوره اللي الحمد لله يعني ان الناس دخلوا اثناء المباراه، وكان طبعا محافظ الدقهليه كان موجود وكان مشكورا يعني كان موجود على راس الناس وسمح بدخول الجماهير، والمباراه عدت في منتهى الجمال. فطبعا احنا بنناشد اتحاد الكرة انه يحصل على الموافقات الامنيه للكل، سواء للقسم الثاني او الثالث او حتى للرابع وهكذا. ف اتحاد الكرة هو المنوط بالحصول على الموافقات الامنيه، مش الانديه. الانديه اتصالاتها يا دوبك مع الاسعاف، مع الملاعب، مع ايجار الملاعب، مع الحكام، مع الحاجات دي. لكن الاتصالات العاليه دي عايزه ناس كبار هي اللي تعمل الموضوع ده. يعني طبعا هنرجع لفاصل دلوقتي ونستقبل ضيوفنا الكرام، 2 من حراس المرمى الواعدين المتميزين جدا جدا اللي لهم باع في لعبوا دوري ممتاز هم في الناشئين وكانوا متميزين جدا جدا ولعبوا ممتاز به، واخيرا استقر بهم المقام في نادي سمارت وهم بيحرسوا عارين سمارت الرياضي. بعد الفاصل هنشوف دلوقتي اثناء الفاصل مباراه وديه بين سمارت والجزيره، مباراه كانت قويه جدا جدا الحقيقه، طبعا اشبه بالمباريات الرسميه. ونستقبل ضيوفنا الكرام محمد كوستا وعلاء سامي.
والله هي تجربه كويسه، استفدنا منها كتير. تجربه يعني شبه مؤكده زي الدوري بالظبط. الفرقه دي بتنافس في مجموعه القاهره، والمفروض ان هي فرقه معده اداء جيد لانها تنافس وتصعد، زي ما احنا بنفكر برضو ان احنا ننافس ونصعد. فالتجربه كانت تجربه قويه وتجربه حقيقيه استفدنا منها. حصل فيها بعض المواقف اللي ممكن نستفيد منها، ان حصل مشكله في الماتش. احنا كنا راكبين الجيم نص ساعه الاولاني، راكبين الجيم وحاطين الفرقه في ال 18. المدرب بتاعهم حس بالموضوع دوت، افتعل مشكله مع الحكام، بدات لعيبتنا تخرج عن تركيزها. لازم اللعيبه تفهم ان الكلام ده ممكن يحصل في ماتش رسمي، فانا لازم ابقى مركز طول الوقت ان انا اعمل شغلي في الملعب، ما اخرجش بره تركيزي. خرجنا بره التركيز، طبعا اتحسب علينا بنالتي، ما كمان يعني مش عايز اقول يعني هم الجول في الماتش فيه 4 تجوال، الاربع تجوال فيهم 3 مشكوك فيهم. احنا جايين وعارفين انه جيم قوي، جيم تف، لعبناهم السنه اللي فاتت وعارفين ان هم فرقه محترمه، وجايين السنه دي برضو اصرينا ان احنا نلعب في الملعب بتاع سمارت، لانه ملعب واسع، نجيل صناعي، في فرق كتير لعيبه في الدوري عندهم نفس الاجواء ديت. الماتش كان فيه جزء كبير من الشراسه وجزء كبير من القوه البدنيه، دي حاجه كويسه لينا ان احنا برضو بنتعود عليها وبناخد الاجواء بتاعتها. فرقه الصعود لازم تتعامل مع كل الاجواء، ده جزء منها كبير. النهارده قابلناه في الجيم، اعتقد انه كان ماتش قوي بغض النظر عن الحكام والتحكيم والاجواء ديت، مش هنتكلم عليها يعني، مش عايز اكتر فيها لان انا ممكن اقابل في الجيم نفس الاجواء. وهو تجربه قويه ان شاء الله، بحيث ان احنا ندخل الدوري جاهزين باذن الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي بفضل الله مع باشمهندس عاطف والاداره والجهاز واللعيبه باذن الله. بامر الله نوعد الناس اللي في ظهرنا بامر الله ان شاء الله سمارت السنه دي في الممتاز باذن الله. ماتش يعني فرقه محترمه جدا، ماتش قوي، ما حسيناش لحظه ان ده ماتش ودي، لا كان ماتش اكني في الدوري. ماتش قوي جدا، التحامات، كان في كوره، لا فرقه محترمه واستفدنا كتير قوي من الماتش النهارده يعني. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل اللي تضمن مباراة ودية قوية جدا جدا وتجربة قوية للفريقين السمارت والجزيرة، وتقريبا دي كانت آخر مباراة أو تجارب ودية للفريقين قبل المعمعة السبت الجاي في المجموعة الخامسة مشاركة سمارت والمجموعة السادسة مشاركة الجزيرة. طبعا كل التوفيق لسمارت ان شاء الله يحقق الصعود هذا الموسم زي ما حققوا الموسم الماضي بالصعود من الدرجه الرابعه للثالثه، والسنه دي ان شاء الله من الثالثه للثانيه. بنرحب بضيفينا الكريمين الكبار حراس المرمى. الحقيقه طبعا على شمالي من اول محمد كوستا، اهلا بيك كوستا. حبيبي يا كابتن باهي، واهلا بحضرتك وشرف ليا اللي انا مع حضرتك النهارده. منور الدنيا. ده نور يا كابتن. ايه اتعشيت ولا لسه؟ الحمد لله انا لسه قام دلوقتي. انا هرجع لك تاني. معايا طبعا حارس مرمى جميل برضو موهوب، سامي، اهلا بيك يا علاء. اهلا بيك كابتن محمد، برحب بيك وبرحب الساده المشاهدين، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه. اهلا بيك يا علاء. قول لي يا كوستا، لعبت في ناشئين كتير قوي، انديه كتيره لو عديناهم من هنا للصبح، بس اهم حاجه طبعا كفريق اول يعني انت بدات بلطيم بيلا البي بلطيم وبيلا. بلطيم بيلا وبعد كده سمارت. تمام. كنت عامل ايه مع جمال الصرف يا رئيس نادي بيلا؟ والله كابتن جمال شخصيه محترمه، وكنت انا السنه اللي قبل اللي فاتت في بيلا في بلطيم، فكان هو خلصني من بلطيم، فقعدت اسبوع، فالرئيس بقى دخل في الموضوع، فكل حاجه خلصت بسرعه. والله ما قعدتش يعني اسبوع يعني. لا هي اسبوع واحد. عملت ايه في الاسبوع ده؟ عادي، كنت بتمرن وما كنتش يعني ما كانش في حاجه، ما كانش لسه في سمارت. كنت بتمرن ومركز مع بيلا ممتاز بقى، فحصل اللي حصل ورزقنا وانا في الباشمهندس عاطف
والحمد لله يعني السنه اللي فاتت حققنا الصعود، وان شاء الله السنه دي باذن الله نحقق الصعود باذن الله. علاء، انت سيراميكا، داخليه، فيوتشر، قول لي كده مسيرتك ايه في الكوره؟ والله يا كابتن باي يعني انا لعبت كرة صدفة. لعبت كرة صدفة كنت مع والدي دايما، انت طبعا عارف. طبعا يا كابتن سامي طه لعب معايا على فكره وكان ليا ما الشرف. هو قال لي طبعا انا لعبت صدفة، وابويا طبعا مدرب حراس. فانا كنت دايما اروح معاه التمارين واحب انا اتفرج على الحراس بتعمل ايه والكلام ده، فنزلت الملعب صدفة. هو اكتشف موهبتي من الحتة ديت. فسنة التانية رحت الداخلية، لعبت في الداخلية 7 سنين. بعد كده قعدت سنتين في البيت، اهتميت بالدراسة شوية. بعد كده لعبت في سيراميكا حوالي 6 سنين، ورحت فيوتشر سنة إعارة. بعد كده رجعت سيراميكا تاني. طبعا محمد ناصر كوستا وعلاء سامي اللول، اسماء يعني الدلع واسماء شهيره وحاجات زي كده. انت عارف بقى زمان كان في البوري والدقاق والحن في الاولمبي، شطه طبعا وكشري وبلاوت وعفروتو والناس ديت، وحمص في الاسماعيلي، وتمساح في الداخليه، ومانجا سموحه والنصر، والفيل ترسانه ونجا عبور. ما شاء الله هنا بتصد كويس في التدريب بقى. قول لي بتصد كويس في التدريب ولا زي الماتشات؟ والله يا كابتن هو التمرين هي وسيله للماتش. فبنتعب وبنشتغل. معانا الكابتن هاني طبعا بشكره من خلال اسماعيل من مدربين حراس بشكره من خلال حضرتك. يعني اشتغل معانا السنه اللي فاتت، حضرتك كنت بتشوف كل حاجه قدامك، اشتغل ما بخلش علينا باي حاجه. فالحمد لله طول ما انت بتتمرن في التمرين وبتجتهد وبتعمل اللي عليك، لازم في الماتش هتبقى كويس، عشان انت تعبت فلازم ربنا يديك على قد تعبك. فلازم عشان كده لازم نتمرن كويس. هو حارس المرمى كده. والكابتن هاني بقى، ومعانا ناصر منضم لحارس المرمى. ناصر موهوب برضه ما شاء الله، موهوب ما شاء الله عليه. وان شاء الله انا وولاء وناصر نكتب التاريخ ده السنه دي بالصعود باذن الله. ان شاء الله. قول لي الاسماء اللي انا قلتها كده اللي هي المشاهير، يعني كوستا جت منين؟ وهل ساهمت في شهرتك اكتر؟ طب انا كوستا دي لسه من سنتين. انا اسمي كاستولا. تمام. فهو لما كان معايا صديق لاعب معايا في مبلطيم، فتح يعني كافيه كده فسماه كوستا. فهو بقى بيقول عليها ايه، كل ما يشوف يقول كوستا كوستا. فكاستولا اتمسحت بقت كوستا، كل حاجه كوستا كوستا. فطلعت بقى كوستا. طلعت كوستا يعني. مبسوط ولا كان نفسك تدلع باسم تاني؟ كويس، مبسوط كويس. اسم كويس ماشي معاك كويس. وانت شايف الكوره الايام دي لازم اسم غير اسمك. فلازم في بوسكا حارس المصري معروف، بوسكا ودعدور كان الاسيوطي والعوتي وحاجات كده. كابتن احمد دعدور بلطيم. الكابتن احمد شخصيه محترم. ايوه. قول لي علاء، انت ليه ما دورتش على اسم شهره؟ يعني اللول انا ماشيه، يعني متهيألي ماشيه معاك يعني. ما هي ماشيه معايا يا كابتن باي، ودايما طبعا ولاد منطقتي، ومن وانت صغير لازم يبقى ليك حاجه كده بينادوك بيها. فهي طلعت معايا ولقت عليا واتشهرت بيها، فكملت بيها وانا مبسوط بيها طبعا. قول لي، دايما حراس المرمى كده تلاقيهم ايد واحده كده، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش ده النظام ده ماشي فعلا، ماشي بيؤتي ثماره في طبعا. ده اول طريق نجاح الحراس. لازم الحراس 3 أو 4 لازم. كانت منكم ولا تعليمات من مدرب الحراس او الجهاز الفني؟ لا، بتبقى طبعا من شخصيه الحراس. تمام. يعني احنا مثلا السنه اللي فاتت كابتن باي، لو حضرتك كنت فاهم، احنا كنا بنلعب الماتش، احنا كنا 4 حراس. كان معانا الصوابي وحسن، حتى الكابتن هاني كان معانا. كنا مثلا لما بنكسب ماتش بناخد مكافاه، كنا بنلم المكافآت كلها ونطلع كله زي بعض، اللي بره زي اللي جوه. فدي حاجه بتبقى بينا، حاجه كويسه، الروح الكويسه بين الحراس بالذات. فبتبقى دي بتساعدك برضو في الملعب. يعني بتبقى ايه، لما بتبقى الدنيا كويسه بتلاقي الدنيا في الملعب ماشيه كويس ان شاء الله. انت عارف مين علاء اللي قلدكم في نفس الفرقه؟ فراوده. المهاجمين. فراوده. عمل بقى البليدي الفراوده طبعا. وطبعا يوسف. كابتن يوسف وكابتن بليدي وكابتن كريم ونودجي اخويا ويعقوب الاجنبي لسه منضم لينا، اضافه كويسه. هو بصراحه بسم الله ما شاء الله طبعا، اسماء هي شارحه نفسها، اسماء تقيله قوي يا كابتن. يعني الحمد لله اللي ربنا كرمنا باسماء زي ديت، هيساعدونا اكيد في حلم الصعود. وان شاء الله
يعني نساهم كلنا في حلم الصعود لعيلة سمارت. طبعا زي ما انت قلت الحراس طبعا احنا دايما ايد واحدة، مفيش يعني ده يلعب ده يلعب، انا العب، كوستا يلعب، ناصر يلعب. حتى من السنة اللي فاتت الموضوع دوت، حتى زي ما هو بيقول لك المكافآت، هو الموضوع دايما يعني احنا دايما لو تشوف كل الأندية الحراس في حاجة لوحدهم والفرقة كلهم لوحدهم. ده كابتن اللي بينجح، وده دايما اللي بيحقق الكلين شيت، وده اللي بيخلي الحارس يبقى موفق ويشيل الفرقة. هو ده كابتن مصر. كوستا، يمكن ايه اللي استفدته سمارت ما لقيتوش في أندية تانية، وده على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني من خلال الكابتن هاني برضه إسماعيل، إيه اللي استفدته ما شفتوش في الأندية التانية؟ يعني استفدت حاجات كتير يا كابتن. استفدت اللي هنا يعني بفضل الله قبل ما انت بتحلم بالحاجه بتلاقيها قدامك. استقرار. واستقرار. انت كل تفكيرك في الملعب بس. يعني مثلا في انديه تانية الواحد بتبقى بتلعب تركز في حاجات تانية، لا انا ليا متطلبات، ليا مش عارف ايه. لا هنا بصراحه في سمارت باشمهندس عاطف ومجلس الاداره والجهاز الفني على مش مخليك محتاج حاجه، انت قبل ما بتقول الحاجه بتلاقيها عندك. فاللاعب ما هوش عايز الاستقرار، عايز كل مطالبه تكون بتحققها خلاص. انت عايز ايه من اللاعب التاني؟ اللاعب بيبقى مركز في الملعب بس. فدي حاجه بصراحه بشكرهم عليها وما شفتهاش في اي نادي تاني ما يرضي الله يعني. طبعا. مين من الحراس عجبك في الموسم اللي فات في اي درجه؟ سواء نستثني الدوري الممتاز لانه متشاف كله يعني، اللي انت بتتابع سواء دوري المحترفين او ممتاز بيه او كده، او تسمع عنهم ان هم كويس. والله يا كابتن في حراس كتير في الدوري الممتاز بقى والمحترفين، وفي الثالثه في حراس كتير، وفي الرابعه في حراس كتير كويسه والله. بس هو دي بتبقى رزق، فممكن انت تلعب رابعه وبتلعب ثالثه، فربنا مش كاتب لك ان انت تلعب مثلا محترفين او ممتاز. فده رزق من عند ربنا، انت بتتعب وبتجتهد وبتسيب الباقي على ربنا. ربنا ما يرضلكش ان انت تلعب دوري ممتاز مفيش مشكله، ممكن يريد لك بره الكوره حاجه في حاجه ثانيه خالص. بس انت بتتعب وبتجتهد عشان ما تجيش بعد كده تقول انا قصرت في حق نفسي، او قصرت في تمرين، او قصرت في حاجه معينه. فده ربنا شايف كل حاجه، فانت بتتمرن وبتجتهد بتسيبها لله. طيب هو الفرق بقى بين انت لعبت ممتاز بيه على طول كتير، الفرق بين الماتشات الممتاز بيه والقسم الثالث والرابع ايه؟ لا الرابع السنه اللي فاتت انا مثلا اول مره العب درجه رابعه، السنه اللي فاتت لا موضوع صعب. انت بتلعب مثلا في بلاد تلعب فيها مناطق الناس قاعده جنبك جنب الجون. انا في ماتش من الاوقات انا كنت بلعب، مش هذكر اسم البلد، انا بلعب الماتش ولقيت واحد بيديني كوبايه شاي بقول له خد اشرب بق. مفيش مثلا امن، انا يعني مثلا مفيش امن حتى لو حصل اي حاجه، مفيش امن هيحميك. هم البلد بيامنوا نفسهم. فهم بيامنوا امن نفسهم ذاتي يعني. وفي بلاد بصراحه يعني كان كرم الضيافه فيها كده، بس صعبه. الدرجه الرابعه دايما كور عاليه، مفيش لعب على الارض. احنا الفريق الوحيد اللي كنا حضرتك كنت شايف بنحضر من تحت وبنبدا. انت مثلا تقعد تحضر وتبدا وتلاقي فجاه اتقطعت واحده طول عليك. فلا كل لما تطلع درجه بتبقى اللعبه اسهل فيها. اكيد. قول لي طبعا، يعني انت لعبت ناشئين كتير وانديه دوري ممتاز، الفرق بقى من انك انت تلعب دوري ناشئين مع اسماء انديه معروفه ودوري بقى القسم الرابع والثالث، ايه اللي لقيت الفرق اللي لقيته؟ والله يا كابتن يعني طبعا في الناشئين انت بيبقى مثلا ما عليكش ضغوط، او مثلا بيبقى حلمك انك تطلع الفريق الاول او تروح منتخب مصر الناشئين. يعني اخر سنه طلعت سيراميكا فوق، يعني كنت بتمرن مع الفريق الاول كتير. لا الدنيا مختلفه، الدنيا اسهل، الدنيا انت مش حاسس ان في الناس دي، بس يعني زي ما تقول ممكن تكون بتتمرن كويس وعايشه كويس فهم موجودين، او مثلا تعبوا لحاجه معينه فهم موجودين عشان كده. لكن انت هتتكلم على القسم الرابع او القسم الثالث، لا الموضوع صعب جدا. في لعيبه كتير قوي جامده، في زي ما بيقولوا دوري المظالم. طبعا هتلاقي لعيبه بتخفيها، ممكن تلاقي في الثالثه دوت في نادي جماهيري زي المرج، زي مثلا بشتيله مطريه هتلاقي لعيبه كتير جدا كويسه. هتلاقي لعيبه كتير جدا كويسه يا كابتن، يعني طبعا فاهم. والامور كلها طبعا قريبه من بعض. الماتش اصلا بيبقى ماشي ازاي، كور عاليه كله تخبيط، فالدنيا صعبه قوي تحت. يعني الدرجات الادنى بتبقى دايما صعبه. كل ما بتقرب يا كابتن للدوري الممتاز وبالذات لو في نادي كويس، لا الدنيا سهله. يعني لما طلعت الفيرست تيم ما حسيتش لا الدنيا سهله جدا.
وهم الناس مسهلين عليك. مين من حراس المرمى اللي انت شايف نفسك فيه او نفسك تبقى زيه؟ لا انا دايما يعني بشبه، انت عارف طبعا طريقه لعبي مايل للعب بالرجل شويه والستايل الاوروبي، فانا بحب دايما ايدرسون، بحب مثلا مارتينيز حارس الارجنتين. بحب انا الحراس اللي مايله للتكنيك، طبعا عمهم كله نوير، ده اللي بدع الموضوع دوت طبعا، ده اللي دخل اصلا اللعب بالرجل للحارس ده في العالم كله. فانا بحب الستايل ده دايما. مين من الحراس اللي انت بتتمنى انك تبقى زيه او تعتبره مثلا الاعلى يعني؟ في مصر الحضري. بره بوفون. حاضر عشان بياكل كتير ولا؟ لا مش بياكل كتير. بس الاكل ده حاجه اساسيه. طبعا. فالحضري لا، الحضري ما فيش عنده اصرار فظيع. ولغايه دلوقتي ما حدش حقق، انجازات الحضري. انا ده من وجهه نظري، وانا كنت بحبه جدا، فكنت بتفرج عليه في حضري بيلعب، حتى لما سافر سويسرا كنت بتفرج عليه. لا الحضري اسطوره بصراحه. وبره بوفون. حتى الحضري كان فضل لغايه 40 سنه بيلعب في الدوري المصري. قول لي ايه المواقف الصعبه اللي قابلتك في ماتشات سمارت السنه اللي فاتت وفاكرها لحد دلوقتي مؤثره معاك؟ الموقف الصعب بتاع ماتش اكتوبر في الترقي. ايوه. انت الماتش ده من اكتوبر كان تقريبا عنده 7 واحنا عندنا 5، وبعدها كنا نطلع جينيوس تقريبا. فانت الماتش ده لازم تكسبه. يعني انت لو كنت حضرتك فاكر الماتش، الواحد كان بيتنطط والدقيقه جت 90، كل شويه الكابتن هاني فاضل قد ايه، فاضل 3 دقايق، وربنا كرمنا في اخر ثانيه الملعب اتقلب، كانت صعب، وبعد كده بقى فرحه. فده اكبر موقف عديت عليه. ايه الهدف اللي دخل فينا وكنت انت حزين انه دخل فينا وكان كوستا واقف في حراسه المرمى وقلت ان الماتش ده يا رب نعدي على خير ان شاء الله ونكسبه؟ ماتش جينيوس. ماتش جينيوس يا كابتن، كسبين 1-0 اول 5 دقايق، ضيعنا جوان كتير، صادفنا سوء حظ غير طبيعي، قاعدين بره بنتنطط في الملعب، بيتنططوا مش مصدقين اللي بيحصل. الشوط التاني كرة ملهاش لازمة من لا شيء تخش فيك، الدنيا لو اتكعبلت اكتر من كده حلم الصعود ممكن يبوظ اكتر. كان ورا كايرسبورج ماشيه كويس قوي بعد الماتش اللي لعبناهم فيه، فانت لسه هتلاعب ماتشات رخمه. وفعلا يعني لو ربنا ما كانش رايد التعادل كنا فعلا هنقابل دروب زي العياط، كان ممكن يأثر معانا جدا في حلم الصعود، والحمد لله عدت على خير. اكيد. هنرجع بس شويه لدوري المحترفين. النتيجه انا عارف ان انت متابع كويس او متابعين دوري المحترفين دي الجوله الثانيه. الحقيقه كان فيها غزاره، يعني الاسبوع الاول كان فيه غزاره تهديفيه، الاسبوع دوت يعني غزاره في الانتصارات وفقر في التهديف. يعني من بين 9 ماتشات 8 فوز وتعادل واحد بس سلبي، 13 هدف فقط، منهم 5 في الشوط الاول و8 في الشوط الثاني. ده يعني هل الفرق بتدور على المكسب بس بدون النظر عن الاهداف كتير؟ وده اللي حصل في 7 مباريات الا مباراه وحيده اللي خلصت بين بلديه المحله وطنطا 3-2 لطنطا، يعني 5 اهداف، هي يعني حوالي ربع او ثلث طبعا اهداف. النتائج الاسبوع ده كالتالي: بروكسي كسب اسوان 1-0 في ملعب بروكسي، المنصوره اتغلب الاسبوع الثاني على التوالي 0-2، البلديه اتغلب على ملعبه 2-3، الترسانة على ملعبه برضو من مسار 0-1، راية كسب السكة الحديد 1-0، مفاجأة كبيرة طبعا. البترول وابو قير الاسمدة 0-0، والبترول عقدة ياسر الكناني السنة اللي فاتت كان ماسك كهرباء اسماعيلية، راح تعادل برضو مع البترول في البترول. ديروت كسب المالية 1-0، لافينا خسر على ملعبه 0-1، الاتصالات خسر من الداخلية 0-1، ودي النتائج معانا على الشاشة اهي. وده بيدل ان الارض ضد اصحابها في الجولة الثانية. بالتوازي مع الجولة الاولى يبقى 6 في 12 انتصار، 6 خارج الملعب و6 داخل الملعب، ومعنى كده ان مفيش حاجة اسمها ملعبي وملعبك، يعني واضح جدا. ده بالنتائج دي اول فوز لراية على السكة الحديد في جميع مبارياتهم اللي قبل كده، دي اول فوز. بروكسي عقدة اسوان، والبترول عقدة ياسر الكنان زي ما قلت، و
بطاقة الصعود كاد يفقدها الكهرباء السنة اللي فاتت بتعادلوا مع البترول لولا تعادل أبو قير مع للأسمدة مع ديروت في ديروت آخر في اخر ثانيه. في آخر مباراة في آخر سنة. أنت متابع كويس قوي كويس، ما شاء الله عليك. حالتين طرد هذا الأسبوع، يبقى يصبح الإجمالي 7 حالات طرد. مباراة البلدية وطنطا هي الأفضل، وافضل حكم السيد منير، وافضل مدير فني علاء نوح لانه كسب بره ملعبه وكان ريمونتادا و3-2. طبعا الترتيب على الشاشه، الفرقتين الوحيدين كويس جدا. اللي علامه الكامله اللي هو الانتاج والداخليه، الاثنين اللي كسبوا وهكذا. وطبعا لو بصينا للمنصوره يعني حاله يصعب، المنصوره بقى والبلديه والانديه والترسانه، فطبعا كانت مشكله كبيره. هنطلع نشوف أهداف الأسبوع الجولة الثانية ونرجع نكمل مع ضيوفنا مرة تانية. رجعنا لكم من جديد مع كوستا واللول، اتنين حراس مرمى متميزين جدا ما بين الصناعة والموهبة اللي بيجمعوا الاتنين، عندهم عزيمة وإصرار وعندهم موهبة الحقيقة طبعا بتجمعوا بين الاتنين ما شاء الله. ايه اللي عاجبك في دوري المحترفين وايه الأندية اللي ممكن ترشحها للصعود للدوري الممتاز؟ ممكن ارشح الانتاج عشان الانتاج فريق كويس وماشي بخطى ثابته، حتى هو في السنه اللي فاتت هو في الممتاز بقى، هي منظومه محترمه ماشيه عارفه بتعمل ايه. فرشح الانتاج ان شاء الله، يعني شكله كده هو اللي هيعملها السنه دي. ترشح مين يا لولو؟ طبعا جبت الانتاج قافله على نفسها من السنه اللي فاتت، هو فرقه مكانها الدوري الممتاز، منظومه محترمه. وانا شايف برضك طنطا مع علاء نوح عاملين اداء كويس قوي، بس هي الوحيده اللي يعني لو قفلوا على نفسهم من الانديه الشعبيه، لو قفلوا على نفسهم طبعا معاهم عامل الجماهير ده عامل كويس جدا، وملعبهم يعني ملعبهم لما بيلعبوا فيه الجماهير بتحضر بشكل كويس. فانا شايف لو قفلوا على نفسهم هيبقوا بيصارعوا برضك على وانا شايف ابو قير كمان هي دورها جاي. ابو قير طبعا هو في الاول كل بس سنه بتيجي في لا بس السنه دي ناويين ياسر الكناني ناوي يعني. ده كابتن ياسر متخصص واضح. الحقيقه طبعا انديه الشعبيه حدث ولا حرج، هزايم هذا الاسبوع باستثناء طنطا، لان طنطا كسب فريق شعبي. هزيمه الترسانه وهزيمه المنصوره وهزيمه البلديه. تعالوا نشوف تقرير عن هزيمه البلديه من طنطا 2-3 ونرجع ناخد راي ضيوفنا الكرام.
مبروك طبعا لنادي طنطا والجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره المحترم اخواتنا. ان شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم دايما في اللي جاي. مباراه انا ماليش وجهه نظر فنيه، بتكلم دايما على الامور الاداريه يعني. كنا فعلا زي ما حضرتك بتقول الشوط الثاني احسن، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني كابتن احمد عبد الرؤوف يعرف يحط ايده على الاخطاء اللي موجوده في الفرقه والنواقص اللي موجوده ويشتغل عليها بشكل كويس، ويبقى الخير في اللي جاي ان شاء الله. بحمد ربنا طبعا على الهدف، قدرت اساعد زمايلي طبعا على المكسب. خدنا 3 بونت بصراحه صعبين جدا يعني، وان شاء الله نبني عليهم بقى الفتره الجايه. عندنا برضو ابو قير برضو قفلنا الصفحه ديت، وان شاء الله من بكره نبدا ان شاء الله نركز على ماتش ابو قير باذن الله. ده ديربي محافظه الغربيه زي ما حضراتكم عارفين. جينا وكان هدفنا المكسب من اول مباراه، والحمد لله لعبنا على كده. ربنا كرمنا بالجول الاول والثاني، وجبنا الجول الثالث في اخر المباراه، فالحمد لله رب العالمين على المكسب، نحمد ربنا. طبيعي ان انا بلعب بره ملعبي وكسبان فرقه كبيره زي بلديه المحله، وكسبانها ب3 اهداف، نتيجه كبيره، فالطبيعي ان هو لازم هيهاجمني الشوط الثاني. فانا الطبيعي ان انا برجع شويه وببدا العب على الهجمات المتتابعه. عندنا ما قلناش كده، بس دي طبيعه اللعيب المصري اما بيبقى بيطمن للنتيجه وبيلعب بره ملعبه، فبيضطر انه يرجع لتحت شويه عشان يحافظ على النتيجه. كان معكم من يطلع فوق تماما عند احمد شعبان، يعلق واحده على طول. قلت لك الامتار الاخيره ضد الترسانه. بنشكر الاستاذ عبد النبي النادي والاستاذ خالد حسان المصور عن هذا التقرير الرائع. رايك في البلديه باعتبارك من الغربيه يعني وهزيمه البلديه؟ لا كانت مفاجاه طبعا يا كابتن، يعني بلديه مع طنطا ده بيبقى ديربي زي البلديه والغزل كده، فكانت مفاجاه. ما كانش حد مثلا متوقع اللي طنطا هتكسب البلديه في البلديه 3-2. بس زي ما احنا قلنا من شويه طنطا ماشيه كويس، والكابتن علاء ماشي كويس وقافل على لعيبته وجايب لعيبه صغيره في السن. ف ده كان الطبيعي يعني. وبعدين البلديه كان في الماتش الاولاني مع اسوان، حضرتك كنت فاكر كان 2-0 في 7 دقايق دخل فيهم جولين، فتحس ان في ذبذبه شويه في الفريق. لول، رايك في هزيمه الترسانه، وهل الترسانه قادره على العوده للمنافسه؟ طبعا يا كابتن كانوا بيلعبوا فرقه محترمه، فرقه مسار، بيلعبوا بمنظومه طبعا منظومه محترمه، قافلين على نفسهم من السنه اللي فاتت. صعدوا بسهوله من الترقي، صعدوا بسهوله للترقي. فالمباراه كانت صعبه طبعا، اتخطفوا جون في اخر ثانيه. موضوع طبعا يأثر على اللعيبه جدا. الترسانه انا شايف برضه يا كابتن اول الجولتين طبعا كله بيجس النبض، ممكن يعني جولتين 3 هنشوف مين اللي فوق ومين اللي تحت، وممكن الترسانه ان شاء الله تفوق. انا قاعد اقرا التقرير. يعني انت شايف ان الترسانه ممكن بس صعبه؟ اكيد يا كابتن، بس هو جولتين بس وكله يتحدد مين فوق ومين تحت. يعني التقرير اللي شفناه بتاع الترسانه ده اللي قلت عليه ده بصراحه يعني وقتها يبقى صعب قوي. طب عشان استعدادات برضه الممتاز بيه نديله حقه ان في صيد المحله وبورسعيد، تعالوا نشوف التقرير سريعا ونرجع لضيوفنا الكرام. ضربة البداية خارج ملعب المحلة، وادي كرنس طبعا نجيلة صناعي. ماذا أعد وائل صلاح في أجندته الرياضية استعدادا لهذا اللقاء المرتقب والهام؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا المباراة بالنسبة لنا أول مباراة،
لازم نعبر عن شخصية الفرقة، وإن شاء الله إحنا مستعدين كويس. وآخر أسبوع آخر 3 وحدات كده هنشتغل على الملعب ترتان، مظبطين ملعب كده هنشتغل عليه 3 وحدات، وإن شاء الله مستعدين للمباراة. وأنا معايا برضو لعيبة محترمة ولاعيبة رجالة، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية ونعمل حاجة إن شاء الله محترمة نفاجئ بيها الناس اللي قالوا الصيد بعيد والصيد ما دعمش والصيد نازل. احنا هنرد على الناس دي كلها في الملعب، هنرد. معايا لعيبة محترمة، معايا لعيبة على مستوى عالي جدا. ابرز الصفقات اللي انت جبتها يا كابتن؟ والله يا كابتن عبد النبي احنا جبت حوالي 23 لعيب، لان احنا كانت القايمة عندنا، انا واخد القايمة فيها 3 لعيبة بس، لان كان كل اللعيبة مشت بعد ما غزل المحله كان راعي السنه اللي فاتت ورجع فيه مشكله. غزل المحله ساب النادي ورجع الحاج تامر والباشمهندس وليد قعدوا تاني النادي. بدأنا من بعد ما هو خلاص احترموا الناس وخدوا النادي، بدأنا اللي احنا نشتغل على قد برضو ما قدرنا. عملنا حاجة محترمة تليق بنادي الصيد وبتليق بنادي رعاية غزل المحله. المريخ ركز في الميركاتو الصيفي في تدعيم صفوفه من لاعبي من أندية القسم الثاني والقسم الثالث، لعيبة حرفيا جعانة كورة وعايزة تسيب بصمتها بالموسم الجديد. أما فريق بور فؤاد بقيادة الكابتن محمد حليم نجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق، فبالتالي هو أيضا بيقود فريقه. بنشكر ابناء النادي وعمرو عمار من بورسعيد. سريعا كده هنعمل ايه مع سمارت ان شاء الله يوم السبت؟ ان شاء الله احنا بنتمرن ومركزين وقافلين على نفسنا، وان شاء الله هنفوز باذن الله. هنعمل ايه يا لولو؟ ان شاء الله انتظر المفاجاه باذن الله. رساله سريعا لمين؟ طبعا احب استغل الفرصه اللي انا متواجد معاك. احب اشكر مجلس الاداره موفر لنا كل حاجه، طبعا بقياده مستر عاطف. الراجل ده مقدم لنا دعم نفسي، دعم مادي، دعم فني، ما بيغيبش عننا تمرينه او ماتش. طبعا بحب اشكر الجهاز الفني، واحب اشكر برضك استغل الفرصه معاك كابتن باي، اشكر والدي ووالدتي واخواتي تعبوا معايا طبعا في مشواري. بنشكركم شكرا جزيلا على هذه الحلقه الممتعه، وعلى وعد بلقاء باذن الله في نفس الموعد الاثنين القادم. شكرا لكم اعزائي المشاهدين والى اللقاء.